منتخب مصر أول الصاعدين لدور ال 16، مباراة ملحمية من كل لاعبي منتخب مصر وبالأخص محمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده بيرد على كل الناس اللي انتقدوه واللي قالوا عليه كفايه لغايه كده وما ينفعش يبقى حارس مرمى لمنتخب مصر. محمد الشناوي النهارده هو نجم اللقاء، هو حارس مرمى على قد المسؤوليه بجد. محمد الشناوي بيفكرنا بايام عصام الحضري في بطوله 2006 و2008 و2010. محمد الشناوي النهارده كان حالف الكوره ما تخشش، كان عايز يبقى نجم اللقاء وفعلا هو اخد مان اوف ذا ماتش. محمد الشناوي النهارده بيرد على كل الناس وبيقول انا موجود وانا حارس مرمى مصر الاول وهكون متواجد اساسي مع منتخب مصر في كاس العالم اللي جاي. بالنسبه بقى لحسام حسن، حسام حسن قرا الجيم بشكل واقعي. الراجل كان نازل يدافع من اول ثانيه وكان قاري مفاتيح لعب منتخب جنوب افريقيا كلها، لدرجه ان هو كان مستحوذ على الاداء في الشوط الاول بنسبه كبيره لغايه طرد محمد هاني. والحمد لله ان احنا كنا جايبين جون قبل محمد هاني ما يطرد. لو ما كانش منتخب مصر احرز هدف كان الموضوع هيبقى صعب جدا على المنتخب، لان لما تلعب 10 لعيبه وانت كسبان غير لما تبقى متعادل، الموضوع كان هيبقى صعب جدا على منتخب مصر. وكنت هتدافع من بدري وكان اي هدف هيدخل فيك كان الموضوع هيبقى صعب عليك عشان تقدر تعوض وتتعادل. لكن الهدف اللي انت جبته قبل الطرد هو ده اللي خلاك ان ليك اليد العليا في الماتش. حسام حسن محظوظ، انا قلتها من قبل البطوله ما تبدا ولسه مصمم عند رايي. حسام حسن طول ما الحظ معاه هيقدر يكسب اي حد. الراجل يمكن يكون كخطه مش بيعمل الانسب بس بيعمل الاوفر حظا، وهو ده اللي ماشي مع حسام حسن لغايه دلوقتي. وبرده موضوع الروح اللي هو بيلعب على النقطه دي مع لعيبه منتخب مصر في البطولات المجمعه بتنفع وبيقدر يكسب بيها اي حد، ويمكن هو ده سلاح حسام حسن في بطوله افريقيا، لان البطولات المجمعه هي بتعتمد على كده، الروح. طول ما اللعيبه عندها روح ان هي عايزه تكمل هتكمل وهتكسب وهتقدر تاخد البطوله. خطوه كويسه، انت هتلاعب ثالث المجموعات، يا الاولى يا الثانيه يا الثالثه يا الرابعه، فانت لما هتلاعب الثالث فرصتك هتبقى اوفر ان انت تصعد لدور الثمانيه وتكمل بعد كده وفرصتك تقرب من اللقب. منتخب مصر ماشي على خطه ثابته وماشي على حظ حسام حسن، لكن برضو هنعمل ايه لو حظ حسام حسن بعد عنه ماتش؟ بس برضو لازم نعرف ان الحظ لو بعد عن حسام حسن ممكن الموضوع يبقى صعب عليه. زي النهارده احنا برضو بعد محمد هاني ما اتطرد برضو حسام حسن كان محظوظ بتألق محمد الشناوي، لولا محمد الشناوي كان منتخب مصر النهارده دخل فيه جون واثنين وثلاثه. كل الدعم لحسام حسن والمنتخب مصر واللاعبي منتخب مصر، وشكرا يا محمد الشناوي.